السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال؟ يلا نصلي على النبي كده ونشوف عملنا الصابون الجبار ده ازاي. وداعا للطليط وداعا للجليطة وداعا للمواعين الزرقاء السوداء اللي محدش عارف يعمل فيها ايه علشان تبيض وتنور وتزفلط كده. تعالوا ما اقول لكم بقى انا عملت الصابون من الزيت المستعمل الجميل ده ازاي. قعدت بقالي يجي سنه عماله احوش في 6 كيلو زيت، زيت سمك، زيت بيض، زيت، اي حاجه بقليها، اي حاجه بتنجان، اي حاجه. طبعا كلنا كده بيفضل عندنا زيت كتير قوي. هنشوف مع بعض عملنا ايه. هنجيب رتلين ميه، هنحط عليهم كده. انا يعني الكميه اللي انا عاملاها كانت 6 كيلو. هقول لكم بالظبط ال6 كيلو خدوا مني ايه. ال6 كيلو خدوا مني 900 جرام، وحطيت كمان شويه صودا. ال6 كيلو زيت، 900 جرام صودا كاويه، وحوالي 3 4 معالق كده معاه. وهنقلبهم كويس أوي في رتلين ميه، يكونوا يعني ميه عاديه وما يكونش عليهم اي حاجه، علشان الصورة دي بتطلع بخة صعبة كده، وتبقى بعيد بقى عن الأطفال وبعيد عن نفسنا عشان بتوجع الصدر. وطبعا كنت عصرة ليمون، خدت مية عصرة الليمون دي أنا عصرة في الخلاط، حط من ضمن الرتلين المية اللي أنا حطيته. وجبت فردة شراب كده لا مؤاخذة يعني علشان تصفى أوي. شفت مطلعة ايه حاجات وحشة كتير من الزيت. صفيت بقى الزيت بتاعنا اللي هو ال6 كيلو. واللي عايز يعمل بقى رتل واحد هقوله في اخر الفيديو هيعمله ازاي عشان ما يتلخبطش. صفيت الزيت كويس اوي بالشراب وحطيته على الرتلين المية اللي هم اصلا عليهم عصارة الليمون، وال900 جرام و3 4 معالق صودا. قلبتهم كويس قوي. وبعد ما بردهم خالص حطيتهم على في جردل وحطيت عليهم الزيت. وبعد كده هحط الاضافات بتاعتنا بقى. طبعا لازم الصورة تبرد خالص، علشان ما ينفعش نحطها سخنة خالص على الزيت عشان ما تكلكعش. طبعا الموضوع ده عايز تقليب كويس قوي. وانا قلبت يعني يعتبر ربع الخليط كده. وبعد كده هقول لكم عملت ايه. هنحط بقى على ال6 كيلو زيت وال900 جرام وال3 4 معالق صودا دول، 3 4 معالق سكر و3 4 معالق ملح، علشان الملح بيثبت، يعني بخلي الصابون ناشفة. والسكر بقى ايه بيعلي من رغوته. يبقى حطينا السكر والملح وال900 جرام و3 4 معالق صودا على ال6 كيلو زيت، على رتلين المية اللي من ضمنهم عصارة الليمون، اللي هي مية الليمون اللي انا كنت سلقاه يعني شوية غلوة واحدة كده. والليمونة بقى بنشيلها وناخد المية بتاعتهم دي، بس بنحسبها من ضمن ال6 كيلو الرتلين المية. وبعد كده هنحط معانا معلقة ملح ليمون، ومعلقة بيكنج اللي هو كربوناتو يعني. في ناس بتسميه بيكنج صودا، احنا بنسميه كربوناتو. بنحطه كده معلقتين والسكر برضو 3 4 معالق، والملح 3 4 معالق، لان انا عاملة كمية كبيرة. لو هتعملي ريتل هتعملي بقى معالق بس كده. انا لولا الزيت مستخسره ان انا عايزه اعمله لوكشه واحده ما كنتش ايه عملت الكميه دي كلها. وهنحط حوالي رتل كده من الصابون السائل. انا حطيت رتل يعني الشفشق دي ملان، ده رتل عندي من الصابون السائل، بس يكون جودة حلوة لان انا بستعمل صابون اللي هو الجراكن الحمرا دي. وبعد كده حطينا ده بقى عصرة الليمون. يعني الليمون انا خدت ميته، مرت لنا المية دي العصارة بتاعته، صفتها في الخلاط وصفتها، عصرتها في الخلاط وصفت، بقت تقيلة كده زي عصير الجواف. عصير ليمون يعني بس مركز. وكمان ليمونتين برضه، لان الليمون ده انا حطيته كتير. ليه قصدت ان انا احط كتير؟ اولا بعلم الرغوة، ثانيا بخلي ريحة الصابون حلوة قوي، وعلشان كمان ان الزيت وحش فلازم نضيع ريحته بكده. وحطينا حوالي نص كوباية خل. واي حاجة هنحطها بقى هنقلبها مع بعضها. شايفين الجمال وشايفين الرغوة في اول الفيديو؟ مستاهلة منكم لايك جميل خالص وحاجات حلوة كده زي اللي انا حطاها. وبرسيل الجل، طبعا انت لو عاملة مقدار صغير هتحط باكو او نص باكو، انا حطيت باكوين لان الباكوين يعني في مقدار إيه 5 6 معالق يعني مش كتيرة اوي. باكوين برسيل جل سائل
عايزة بقى تحط بودر حط برضو، بيبقى حلو جدا بالبودر برضو اللي هو الاريال يعني. وبعد كده هنقلب برضو كويس قوي. والملح الليمون نسيت اقول لكم ان بينعم الصابونة. وهنحط الفانش اللي هو ده سائل برضو في منه بودرة. وهنحط جريسلين، حط بقى على حسب المقدار اللي انت عايزاه. يعني انا حطيت مثلا ربع الازازة بتاع الفانش، حطيت ازازة الجريسلين دي كلها. المفروض كنت حطيت كمان واحدة عشان ينعم الايد، ما يبقاش يشقق ايدينا كده ويبوظها. وما تنسوش ان انا عاملة كمية كبيرة. جبت بتاعة جريسلين من طب كده من الصيدلية، تقريبا كانت ب10 جنيه، حطيتها كلها، ما ينفعش ان انا احط نصها يعني لانها مش كبيره قوي. وبعد كده قعدت اقلب 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 لحد ما دراعي عايز الدكتور. وخليت الولا كمان قلب معايا وبرضه ما فيش فايده، لان اهم حاجه تقليب الصابون. حطيته في الكب، قلت طب وانت فين، هقعد اغلب في نفسي. طب يلا على الكبه وايه واشتغل يا معلم. ولو انت عايزه في الخلاط بس يكون قديم عندك، ولو الخلاط مش قديم عادي مش هيحصل له حاجه. والله نضف للخلاط، نضف لي الكبه. في حاجات بتبقى في الكبه كده وسخ ما كانش بيروح، ده نضفه وخلاها فله فل. وبعد كده بعد ما يتقل معانا هنصبه في اي قالب عندك بقى. انا جبت صندوقين كده وحطيت فيهم مفرش بلاستيك وصبيت فيهم الصابون. وتاني يوم كان دي النتيجة. قطعته معايا وهو طري. وطبعا هسيبه ينشف بقى معايا. كل يوم ببص عليه الاقيه ينشف عن اليوم اللي قبله. وجميل قوي 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 قوي، ورغوته حلوه قوي، وانا مبسوطه بيه قوي. واكن انا عندي مخزنه سكر ولا زيت ولا ايه. الصابون ده عندي حاجه تانية. هتشوفوا معانا الغسيل الحله وانا بغسلها. والله كانت الحلل بتاعتي مجليطه ومليطه بالبريل ويلا ومشي يومك. بس بجد رجعت زي ايام زمان، كانت الواحد بيغسل بالصابونه نسيناها خالص السمرة. ده احلى منها بقى. ما تقوليش هشتري، فعلا ده حاجة تانية. وكمان مش يعني بحق ما تشتري هات الصودا وهات الفنش وهات شوية اريال وعصر لك شوية ليمون. وحوش الزيت اللي انت هترميه، لان طبعا في غلا الزيت اللي احنا فيه ده. في الغلا ده ما ينفعش ان احنا نرميه حتى لو ربع. لازم نلمه كده في جراكن ونعينه الوقت زنق. هي ايه الزنقه اللي احنا هنحتاج فيها الصابون الزيت الوحش الاسود؟ الصابون اللي انت هتعينيه وهتفرحي بقى تعملي الكرتونه ولا اتنين كده. الواحده من دي ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه تعرفي تجيبيها. جميله جميله وهتعيش معاكي. كل ما تنشف كل ما تبقى احسن، والصوره هتروح منها بقى. يعني بتتبخر الصورة، بتتبخر هي في الوقت بتلسع ايديا شوية كده لسه. بعد كده هتتبخر بقى وهتلاقيها نشفت وتصلبت. وخلاص ما عادش هيبقى فيه الصورة، مش هتشعط ايدك ولا هتعمل حاجة. هي الوقت حاليا ما بتشعطش ايدك برد، بس يعني اللي بيخاف يستعمله هو طري. والله انا جبته هو طري وما صدقت ان انا عملته. وغسلت كده ايه كام حلة كده على قد مجهودي. طبعا لو واحدة بقى صحتها يعني ربنا يحميكوا كده كلكم ناشفة شوية عني، هتمسك الحلة بقى تبقى انضف من كده. شايفين دي سلكة ناعمة خالص عادية. انا بحب اغسل بالسلك على فكرة، عندي سلك اللي هو الخشن ده والله جايباه من السعودية، بس ما بحبش غسله فعلا زي السلكة دي. ما بتجليش الحلل. والبريل برضو ما بيجليش الحلل بصراحة، رغم قدامك تحس ان هو منضف. بس في الحقيقة لما تجربي الصابونة السمرة دي يعتبر دي مش نظافة. هتشوفي الحلة مش نظيفة. شايفين الرغوة بقى، رغوة رغوة. والله العظيم اللي انا عملته قدامكم دي بس بالصابونة يا دوبك كحتتين كده. ولقيتها في المية بقى رغوة عالية جدا جدا. اغسلي الكوبايات، اغسلي الازايز، اغسلي كل حاجة. هاتي وعي الجيران واغسليه. طبعا انا بقى كنت بغسل في الحلة بس ايه، يعني على قد مجهودي انا نفسي امسكها ابرمها في ايدي. برمى اكتر من كده، بس فعلا على قد مجهودي ايديا حساها مش لايحة تغسلها قوي. بس برضو اتغسلت ونضفت. كل يوم اعمل لي واحد على قد ما ايدي هتليح تغسل. جميلة جدا. وهتشجعك اصلا انك تلم مواعينك كلها تغسليها. والله العظيم لو قادره ان انا المهم كلهم في يوم واحد واغسلهم واوريهم لكم كده لعاملاهم ومفرضاهم بقى زي زمان. واوريلكم الغسيل اللي على اصوله والحلل اللي ترجع تبرق تاني. والواحد يطبخ فيها وهو مطمن، لان فعلا الزراء بتاع الحلل ده مش حاجه صحيه لنا خالص. بس انا الحلتين دول عندي بس بطبخ فيهم الرز. وفي برضه عندي 2 كبار بعمل فيهم لو بطه.
لكن بقى الحلل التيفال واللي طالعة بقى الحاجات الأفشخانات السلستين والكلام ده ببقى أعمل فيه الشوربة يعني وخلاص، عشان برضو ما اقعدش اكحت كتير يعني. بس والله ما فيش غنى عن الكحت وما فيش غنى عن الحلل الألومنيوم. وبصراحة حللي برضو اتبهدلت أوي من قلة غسيلها حلو. فانا ان شاء الله هغسلها كده بالصابونه. ويلا قوموا جربوا معايا حتى شوفوا حروفها هتحسها فيها صفار. ما بقدرش اغسلها قوي. ومعلكي كمان من الصفار الزرق نفسه الصابونه بتشيله. وقومي يلا هاتي مواعينك اغسليها. متنسوناش في اللايك. باي.